أنا شاب عندي 30 سنة، متجوز من 3 سنين. جواز صالونات. أمي هي اللي اختارته لي، لأني طول عمري مسافر برا علشان أكون مستقبلي. وبرغم إنه كان جواز صالونات إلا إني حبيتها جدا، وكنت بتمنى لها الرضا، ونفسي أجيب لها الدنيا كلها تحت رجليها. واتخطبنا سنة واتجوزنا، وكنت بعمل كل اللي أقدر عليه علشان أشوفها سعيدة ومبسوطة، وكل اللي كانت بتطلبه كنت بقول حاضر. عمري ما أخرت عليها طلب ولا قلت لها لا على حاجة، حتى لو كانت فوق طاقتي أو الوقت مش مناسب بالنسبة لي. وهي كمان كانت بتحبني، أو زي ما كان متهيألي إنها بتحبني. وبعد فترة من جوازنا حسيتها متغيرة، وما كنتش فاهم إيه السبب وليه التغيير ده كله. ما بقتش هي الإنسانة اللي أنا حبيتها، وكنت بعمل كل حاجة في الدنيا علشان أشوفها سعيدة ومبسوطة. وكنت كل ما أسألها مالك تقولي مفيش. أنا مزعلك في حاجة تقولي لا. ناقصك حاجة؟ لا. أمال مالك؟ مفيش غير كلمة واحدة، مفيش. لحد ما في يوم جالي تليفون من واحدة قريبتها تبقى بنت خالتها، وطلبت مني إننا نتقابل علشان عايزاني في موضوع مهم جدا. ورحت قابلتها، وكانت صدمة عمري لما عرفت إن مراتي اتفقت معاها إنها تكلمني وتحاول توقعني في حبها لحد ما اجيبها البيت. وطبعا حسب التمثيلية اللي رسمتها مراتي إن تكون مراتي برا البيت وتيجي واحنا قاعدين مع بعض وتعمل فضيحة وتتطلق علشان تاخد كل حقوقها. وكل ده ليه؟ عشان تروح تتجوز الراجل اللي بتخوني معاه، الراجل اللي تعرفه وبتحبه. تتطلق مني وتروح تتجوزه، وفي نفس الوقت ما تكونش خسرت كل حقوقها والعز اللي انا معيشها فيه. وعلشان قريبتها عارفة اني راجل محترم ومظلوم، قررت انها تقولي الحقيقة، وما هنش عليها ان تاخد في الرجلين واتظلم. واتفقت انا وقريبتها ان مراتي فعلا تعمل التمثيلية، بس انا اتفقت مع قريبتها انه يكون في حضور حماية. وفعلا رحت الحماية وحكيت له كل حاجة، وكان عنده صدمة وما كانش مصدق. قلت له تعالى وانت هتسمع كل حاجة بنفسك. وجبته البيت، وقعدت قريبة مراتي حكيت له كل حاجة والاتفاق اللي بينها وبينها، واستخبى في الأوضة. وهي جت وانا قاعد انا وقريبتها، وقبل ما تكمل الفيلم طلع حماية من الأوضة وضربها وقال لها انا عرفت كل اللي انت متفقة عليه، وعرفت كل اللي انت عملتيه. ما قدرتش تنكر ما قدرتش تنكر ولا حاجة، لأن طبعا قريبتها موجودة. وطلقتها وانا جوايا حسرة على حبي ليها وعلى كل اللي عملته علشانها. بس في نفس الوقت حمدت ربنا ان ما كانش معايا منها أولاد، وان ربنا ما رزقنيش بأولاد. بس بقيت بسأل نفسي، هل أنا غلطان اني حبيت وأخلصت، واني بذلت كل جهدي علشان أسعد مراتي؟ وفي نفس الوقت بسأل نفسي، طب ليه تعمل كده؟ ما كان ممكن تقولي أنا مش عايزة أعيش معاك ومش هقدر أعيش معاك، مش عايزاك، من غير ما تعمل فضيحة وتعمل تمثيلية. ليه تخوني وأنا بحبها؟ وحمدت ربنا مليون مرة إن ما كانش فيه أطفال تتظلم. عايزة أقولك إن أنت ربنا نجدك، حتى لو أنت اتظلمت لبعض الوقت، بس احمد ربنا إن بعتلك الحد اللي ينور بصيرتك، واللي كان عنده ضمير وما هنش عليه إن أنت تتظلم في الحكاية. احمد ربنا مليون مرة إن قريبتها ما توعتهاش في اللي هي قالت عليه، وما توعتهاش في التمثيلية، وخرجوك من الموضوع بفضيحة. لأن طبعا ما كانش حد هيصدق إن أنت ما عملتش كده، لأن أنت متلبس. على قد ما ربنا بيدينا البلاء، على قد ما بيدينا معاه الصبر، وبيدينا معاه الحكمة، وبيدينا معاه الحاجة اللي تهون علينا. احمد ربنا مليون مرة ان ربنا نجدك من الحياة دي، وان ما فضلتش كتير مخدوع مع انسانة زي دي. ربنا يعوض عليك في شقاك، ويعوض عليك في سنين عمرك اللي راحت معاها وانت لسه صغير. اكيد ربنا هيكرمك بزوجة صالحة، بس المرة الجاية تتأنى في الاختيار، واختار بنفسك، ما تخليش حد يختار لك. وإن شاء الله ربنا هيعوضك بكل الخير، لأن رب الخير لا يأتي إلا بالخير.
ودي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تدعمونا باللايك لو عجبكم الفيديو، واستنوني في حكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.